اولا انا فقدت الشغف زي ما بقول لك كده والله، ومش لوحدي. انا ملاحظه انه ناس كتيره جدا الفتره دي تحديدا في كده تقل في الجو بسبب غالبا ممكن الاحداث اللي بتحصل. المهم يعني في تقل في الجو كده، ما حدش قادر يعمل حاجه. في اكيد في كتير زيي، وبلاحظ ان الناس اللي حواليا حاسين بنفس الحاجه. فلو انت فاكره ان انت فقدتي الشغف زي حالاتي كده، فانت فاهمه الشغف غلط من الاول زي حالاتي برضه، لاني قعدت ادور كتير، قعدت ادور وابحث والبس بدل غطس كتيره وانط عشان اعرف انا ليه عامله كده، انا ليه مش قادره اصور، انا ليه مش قادره اتكلم معاكم مع اني بحب جدا ان انا اتكلم معاكم، انا ليه مش قادره اعمل الحاجات دي، احساس المه ليه. فلما قعدت ادور كتير قوي كده ما لقيتش كلام اللي هو ايه دب طخ على طول. انا بتاعه اللي هو قول لي الحاجه، قول لي حلها، واديني مختصر مفيد خلينا نخلص. واكتشفت ان الشغف ده نتيجه لثلاث حاجات نفسيه مهمين جدا. فالثلاث حاجات دول لو اختفوا الشغف بيحصل له ايه؟ هوب سكالوب، فجأة يختفي هو كمان. المشكلة ان هو يعني ده مرض معدي، ان موضوع فقدان الشغف ده مرض معدي. انا مثلا فاقده شغف مثلا ان انا اصور، تاني يوم ببقى صاحيه فاقده شغف ان انا اقوم البس، تالت يوم ببقى فاقده شغف ان انا اروح الشغل، في رابع يوم فاقده الشغف ان انا اتعامل مع بني ادمين، خامس يوم فاقده الشغف ان انا اعيش واتعايش. واعتقد ده البرن اوت، بس يعني ما علينا. الشغف مش احساس عشوائي كده. في علم النفس الاحساس اللي احنا بنحسه اللي هو الحماس والطاقه كده دي نتيجه لثلاث حاجات، واللي هو الاحساس ده هو ده اللي احنا بنسميه بالشغف. فهو بيبقى نتيجه لثلاث حاجات. فتعالوا ايه نلبس بدل الغطس وننزلوا عوموا معايا شويه عشان مش عايزه اعوم لوحدي، وندور على ايه هم الثلاث حاجات دي عشان نقدر نحلها. رقم واحد، انت اللي هتغني يا منعم، الاوتونومي. يعني الاحساس ان انت مجبره تعملي الحاجه، تم الاختيار عليكي وانت اللي هتعملي الحاجه. فبالتالي الاحساس ده بيتنقل لنا انه ايه، بيتنقل لنا ان هو ده ان انا مجبره ان انا اعمل الحاجه دي. فلما بتحسي ان انت مضطره تعملي الحاجه فجاه بتفقدي الشغف، اللي هو لا انا مش عايزه اعملها يا بنتي، ما هو ده اللي انت كنت مش عايزه اعملها عشان انا خلاص دلوقتي بقيت لازم هعملها، مش هعملها. حتى لو الحاجه بتحبيها، حتى لو الحاجه بحبها. انا بحب جدا اعمل الفيديوز. ليه؟ علشان في بتاع 5-6 اشخاص بيكتبوا لي في الكومنتات كلام من اجمل ما يكون، شيء رائع تقريبا عمري ما بسمعه في حياتي اصلا. وبحس فعلا من المسجز اللي بتجيلي على البروجرامز التانية ان انا فعلا بعمل فرق. ففعلا بحب اطلع اعمل الفيديوهات. طب ليه لما بقى انا بحب اطلع اعمل الفيديوهات ليه بقى مش قادره اعمل، ليه بقعد اعمل كده؟ ما اعرفش. فمجرد احساسي بالاجبار ان انا لازم انزل فيديو كل اسبوع، ان انا لازم اقعد اكتب الفيديو، ومجرد احساس ان انا مجبره ان انا اعمل الحاجه حتى لو بحبها، فجأة بنحس ان احنا مضطرين ففاقدين الشغف. انا اديت لكم المثال بتاع التصوير، بس انتوا ممكن يبقى المثال مثلا على حاجه زي مثلا بتحبوا تروحوا الجيم او بتحبوا تلعبوا رياضه، مجرد ما تشتركوا في الجيم فجأة تلاقوا نفسكم ما بتروحوش الجيم. طب ليه؟ ده هو كده. رقم 2 الكومبتنس، ان انا عندي القدره ان انا اعمل الحاجه. يعني بعمل الحاجه ازاي؟ هل انا كفء؟ الاحساس ان انا شاطره قوي في حاجه. كل ما بحس ان انا شاطره قوي في حاجه الباشن بتاعي بيتجدد، لاني انا شخصيا حتى لو ما حدش قال لي برافو ولا سقف لي ولا طلعوني مع منى الشاذلي، الا انه خلاص انا عارفه ان انا شاطره في الحاجه، فمن جوايا بقول ايه الشطاره دي، ايه الحلاوه دي، بقول لنفسي كلمتين كويسين يعني، بشكر نفسي بعد كده عليهم. ولكن لما بحس ان انا مش كويسه في الحاجه اللي بيحصل الناقد الداخلي يشتغل، خالتي اللتاته تشتغل، نبدا نلطم على وشنا ونجر كل حاجه بقى احنا كنا مش كويسين فيها بقى تتجر كده في سلسله كبيره تمسكنا من رقبتنا وتغرقنا. احنا لما بنعمل حاجه بنبقى شاطرين فيها وبنتبسط بيها، مخنا بيحصل له ايه؟ بيشتغل، بيبدا يفرز الدوبامين. انت ايه الشطاره دي؟ ده الدوبامين. طب ايه اللي بيحصل بقى بالعكس؟ لو انا فشلت في الحاجه ايه اللي بيحصل؟ لو انا فشلت في الحاجه او ما عملتهاش كويس، وطبيعي ان انا مش هعملها كويس من اول مره، اللي بيحصل وهو ان انا جسمي مش بيفرز الدوبامين ده، فما بحسش باي ريورد طالع منها، ما بحسش باي مكافاه جايه من الموضوع، فبتخنق، بحس ان انا اللي هو وده ينقلنا الرقم 3 وهو الريورد او البروجرس، وهو احساسنا بان احنا في حاجه بناخدها في المقابل او ان احنا بنتطور في حاجه. فلو انا مش شايفه نتيجه من الحاجه دي بعد فتره معينه من الدايت، ماشي، لو مثلا الدايت مش جايب نتيجه، مخي بيقول لي ايه؟ طب هو ايه النتيجه؟ ايه الفايده؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ ما انا عماله باكل في اكل ارانب اهو وخس وخيار ومفيش حاجه جايبه نتيجه، فمخي بيبقى اللي هو ايه الريورد؟ يعني انا كده استفدت ايه؟ فبالتالي بيفصلنا بقى عن الموضوع. حتى لو انا حاسه بتقدم، يعني بنزل في الوزن، بس انا بدي الامثله على الوزن لان دي يمكن اكتر حاجه احنا بنستراجل فيها، او انا شخصيا ده كان استراجل بتاعي. ففي الاول انت بتخسي، بس لسه في الاول ما حدش بيقول لك انك خاسه، فحتى لو في تطور فانت بتبقي حاسه ان التطور ده بس مش جايه برضو. انا كنت متخيله ان انا طبق السلطه اللي انا اكلته اول امبارح ده هيفرق معايا، خلاص انا كده هبقى سايز 0. والله مخنا ده غلبان جدا.
جدا. ومن هنا ادركت ايه بقى؟ ان انا لم افقد الشغف، ولكن فقدت احدى هذه النقاط الثلاث، وفي حالتي قد فقدت الثلاث، لا مش الثلاثه قوي لا، بس يمكن البروجرس بطيء قوي، بحبط جدا سبيشلي لما بقارن نفسي طبعا بغيري. غلط، كل اللي انا بقوله لكم ده عكس اللي انا بقوله لكم في الفيديوز which is exactly اللي انا عايزاكم، يعني عايزه الناس اللي بتتفرج عليا تبقى حاسه الاحساس ده. بشارككم كل حاجه وفيري ترانسبيرنت معاكم من اول فيديو. بطلي تبقي حساسه، لانه انا ده فيديو انا كده، انا كل الفيديوهات والتوبكس اللي بكلمكم فيها هي توبكس انا بعاني منها فعلا. طيب تحليلي للموضوع ده وهنعمل ايه عشان نحله. ورقه وقلم واكتبي ورايا بسرعه عشان ما عندناش وقت. اول حاجه، هل انا حاسه ان انا مجبره وانا بعمل الحاجه دي؟ 2، هل انا حاسه ان انا مش شاطره في الحاجه دي؟ 3، هل مش شايفه نتيجه من الحاجه دي؟ حاطه اكسبكتيشنز او توقعات معينه، حاسه ان النتيجه مش هي زي التوقعات بتاعتي. اجابتك على دول هي السبب الحقيقي اللي احنا ليه فاقدين الشغف. مايك دروب. يومنا هتسيبينا كده واحنا بنقول الكلام ده من غير ما تقولي لنا اي حلول؟ لا 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 لا، اصبري معايا بس، هقول لك على حلول سهله وبسيطه موجوده في اي بيت. طيب هقول لك على حل لكل مشكله منهم. لو المشكله الاوتونومي او ان انا حاسه ان انا مجبره وانا بعمل الحاجه دي، هترجعي تختاري انك تعملي الحاجه دي حتى لو الاختيار وهمي. اضحك على نفسي، ابقى ديلوجنال. انا طول عمري بقول لكم ايه؟ الوهم، اعيشوا الوهم. لو انا حاسه ان انا مجبره وانا بعمل الحاجه دي، انا حاسه ان انا مجبره وانا مثلا بشتغل شغلانه معينه، انا اقنع نفسي ان ده اختياري عشان ما احسش ان انا مجبره. هي اصل الدماغ على قد ما هي توكسيك على قد ما هي عبيطه خالص، يعني بدلدلي لها كده بونبوني تطلع تجري وراها، نشربها شاي بالياسمين. فغيري الطريقه اللي عن الموضوع، طريقتك ونظرتك للموضوع، نبدا نشتغل على ده. الهدف ان انا احس ان انا عايزه اعمل ده. في حقيقه الامر احنا لو بصينا للموضوع بشكل من بره هنحس ان دي نعمه، ايا كانت الحاجه اللي احنا مجبرين دماغنا ان احنا نعملها. فاقدين الشغف. اكتر حاجه بنشتكي دايما ان احنا فاقدين الشغف ان احنا نعملها، وهي ان احنا نشتغل اي نوع من انواع الشغل بقى، شغل البيت، شغل بره، والمجهود اللي احنا بنعمله على طول بنحس ان احنا مجبرين. ولكن في حقيقه الامر لو انا بشتغل على حاجات في البيت وبعمل حاجات في البيت وكل الكلام ده، الحمد لله حمدا كثيرا ان احنا عندنا صحه ان احنا نقدر نشتغل ده في البيت. دي نعمه من نعم ربنا، ولكن فجاه بتتحول من كتر ما هي عاديه ومن كتر ما احنا حاسين ان احنا لازم نعمل الحاجه ان احنا مش طايقينها. اخدمي ولادك بس تعبانه. الحمد لله ان انا عندي اولاد غيري ما عندوش اولاد ونفسه في نعمه الاولاد. دايما لو الموضوع اتغير وحسينا انه ده انا اقدر اقوم اعمل حاجه في البيت، انا اقدر لان انا فيزيكلي اقدر، بعد سنين معينه ما بنبقاش قادرين، وده احساس باطل، احساس بالعكس. غير ان انا مجبره اعمل الحاجه دي لان انا عايزه اعمل الحاجه دي. رقم 2، لو انا مش شاطره في الحاجه، الكومبتنس او الكفاءه، نصغر الهدف، نخلي الهدف بدل ما هو، لان دايما لما بنيجي نحط الهدف بنحط هدف حاجه كده مرعبه. نصغر الهدف، نخلي الهدف اتينبل، هنعمل اهداف صغنونه نقدر ان احنا نحققها، فنبقى مبسوطين ان احنا بنحقق حاجه. وسبيشلي ان انا لما هعمل هدف صغير هنجح فيه، فاكتشف ان انا مش فاشله. اللي انا بقوله لدماغي ان انا فاشله، لا ده انا مش فاشله. اشتغلي على السكيل واحده واحده، نبدا ان احنا نشوف بيجنرز، ما نخشش على طول على الادفانسد. ورقم 3 وده مهم جدا، وهو ان انا اقيم البروجرس بتاعي اسبوعيا، لان كل ما بوصل لمستوى اعلى، لما باجي ببص دايما على الاعلى، عمري ما ببص انا جايه منين، انا ببص دايما انا رايحه فين. فلما ابص انا رايحه فين الاقي ان انا لسه طالعه ايفرست، فاسيب نفسي واعمل كده مع ان انا عديت كتير وصعاب وعواصف، بس الطريق لسه طويل. ابص انا جايه منين عشان انا رايحه فين، ده ما يحبطنيش. الهدف من اللي احنا بنقوله ده وهو ان انا احس ان انا بتحسن، ان في بروجرس، وده يجيبنا لرقم 3 وهو البروجرس او الريورد، وهو التطور او المكافاه. نعمل ده ازاي؟ نعمل ده ببروجرس تراكر، نبقى بنكتب ده في حاجه بتتراك احنا البروجرس بتاعنا ايه. لو الموضوع وزن، اكتب انا بدات في ايه. انا كان عندي في فتره، اكتر فتره خسيت فيها، كنت عامله مود بورد كاتبه فيه الوزن بتاعي وبوزن نفسي كل مره واشوف البروجرس بتاعي. كانت اكتر حاجه بتحمسني ان انا اعمل ده في كل حاجه. ابدا اكتب البروجرس تراكر بتاعي عشان زي ما قلنا نبص احنا جايين منين، فنبدا نحس ان احنا بنعمل شويه تطور. رقم 3 ان احنا نحتفل بالحاجات الصغيره. انا لما بدات مثلا الشانل دي، انا بدات الشانل اول فيديو جاب 37,000 فيو، تمام، حسيت انه ما الدنيا سهله يا جماعه، امال في ايه؟ فجاه يعني بدات انزل لدرجه ان الفيديو الاخير ده جايب تقريبا 400 فيو، نوت ايفن كل السبسكرايبرز اللي عندي اتفرجوا عليه، يعني مش جايب حتى 4000 فيو، اللي هو ببدا احس بالاحباط. يعني انا جايه من بعيد، ده معناته ايه الكلام؟ معناه ان انا فشلت وكده؟ لا، بس هي الفكره كلها انه انا محتاجه احس بريورد صغنونه. بدل ما انا دايما بص على عدد الفيوز، عدد السبسكرايبرز، ببص على الناس اللي بعتالي كومنتس حلوه، الناس اللي بتبعت لي تسال عليا فعلا لما بنزلش فيديوز، تقول لي انت كويسه، انت بجد الفيديوز بتاعتك بتساعدني، الكلام ده كله فعلا بحس ان انا يعني ليا قيمه عند الناس وعملت فرق. ابص للحاجات دي وابطل ابص للحاجات التافهه زي الارقام على الشاشه.
نعمل ده بقى، تعملوا ده في حياتكم، تبصوا على الحاجات اللي انتوا ممكن من وجهه نظركم تبقى اللي هو طبعا حاجه بتبسطني بس طبعا مبسوطه ان ده حصل بس the grass is always greener. الخضره دايما احلى في الجنينه اللي جنبي مش جنينتي مهما كانت جميله. دايما اقول هم عندهم برضو الخضره مخضر قوي عن الخضره اللي عندي. خضره ايه؟ المهم يعني فنبدا نبص للحاجات الصغننه اللي احنا تجاهلناها، ان احنا نبدا نبص لها ان دي وينز برضو، ان دي حاجات مكاسب انا خدتها. الهدف واخر حاجه وهو ان انا اربط الحاجه كل ما اوصل لمايلستون معين او مرحله معينه، ادي اعمل لنفسي حاجه لذيذه انا كان نفسي اعملها، اشتري حاجه معينه، اروح مكان معين، ادلع نفسي، اريح حتى في يوم، يعني ايوه ان كان بقى المكافاه اللي انا هعملها لما اوصل للمرحله دي، علشان مخي يبدا يحس كده ان هو ايه حلوه اللعبه دي، اديله انا دوبامين. يعني بدل ما هو احنا بنجيب الدوبامين نديله احنا دوبامين. الفكره هنا انه الشغف مش يختفي فجاه، الشغف بينطفي لما احساسنا بان احنا مفيش تقدم، بان احنا مش شاطرين في حاجه، بان احنا مجبرين ان احنا نعمل الحاجه. اول ما الاحاسيس دي بتبدا تبقى موجوده، الاحساس ده فعلا بيطفي شويه بشويه لحد ما بنفقد الشغف تماما وبنبطل نعمل الحاجه تماما. اوتوماتيكلي الحاجه لما بنبطل نعملها بتروح فين؟ بتروح في جوائز الفشل. في باسكت كده اللي هو بنسميه زباله الفشل، زباله بتحطي فيها الحاجات اللي انت شايفه ان انت فشلتي فيها. كل بقى ما دماغك خليكي تحطي حاجه ازيد، تروح مطفحه عليكي كل الحاجات التانية، يروح مرميه عليكي. هي سايكل كده صعبه جدا، انا معاكم فيها فانا عارفه هي قد ايه صعبه. واحيانا بتكون المشكله مش في الشغف قوي على قد ما هي ان احنا بنبقى مرهقين، احنا مستنزفين. ده عايز نتكلم فيه اكتر. اكشلي انت ممكن تكوني مرهقه مش فاقده الشغف، انت بس تعبانه، انت محتاجه تنامي، محتاجه تاكلي كويس وتنامي كويس. يمكن انت ما فقدتيش الشغف ولا حاجه، ممكن تكوني اتعودتي تسمعي صوت بيقول لك ان انت لازم تعملي الحاجه دي، من غير ما الصوت ده يسالك اذا كنت عايزه تعملي الحاجه دي او تكملي فيها ولا لا. حاسه ان انت ما عندكيش اختيار، ويمكن طول الوقت كنت بتحاولي تباني اقوى، اشطر، احسن، على حساب ان انت تبقي صادقه مع نفسك وتقولي لا هو انا شاطره بس انا ممكن تكون توقعاتي زياده، ممكن اكون مرهقه دلوقتي ومحتاجه يبقى عندي طاقه اكتر. اللي انا اقصده بصدق، الشغف مش حاجه بنجري وراها ولا حاجه بنستناها ترجع لوحدها كده، يعني نبقى قاعدين كده نلاقي الشغف هوبا بقى ايه حماس وليد اللحظه كده وبيروح بعدها بالظبط ب3 ايام، زي الزيثروماكس الانتيبيوتيك، في 3 ايام بتبقي تخلصتي تماما من الشغف ده بعد 3 ايام. الشغف ده حاجه بترجع لما بترجعي لنفسك، تبقي صادقه مع نفسك انت عايزه تعملي ايه ومش عايزه تعملي ايه، تسمحي لنفسك تغلطي، بطلي شويه وترجعي تاني اقوى من الاول زي ما انا ان شاء الله هعمل، بس من غير ايه جلد ذات. والنبي بالي جلد الذات. خلي بالك انك مش مهم ترجعي الشغف ده النهارده، مش لازم النهارده، المهم ان انت تحاولي على قد ما تقدري ان انت ترجعي لنفسك. يا رب يكون الفيديو عجبكم والفيديو خفيف لطيف كده عليكم. قولوا لي في الكومنتس ايه الحاجات اللي انتوا بتعملوها لما تبقوا عايزين ترجعوا الشغف، وقولوا لي كمان في الكومنتس ايه المواضيع اللي انتوا عايزيني اتكلم فيها. اشوفكم الاسبوع الجاي.